السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم المطبخ أم إسلام راح نقدم معاكم طريقة تحضير كسكس بالعصبان. بالنسبة للمقادير هنا عندي كسكس. هنا تقدر ديري رقيق ولا متوسط. أنا هنا دايرة كسكس متوسط. ديري الكسكس اللي ملفة ديريه. هنا عندي الكسكس، العصبان اللي راح نديرو بيه، طماطم وهريسه. الهريسه بالنسبه اللي يحب الحار، ثوم، بصل. بالنسبه للتوابل هنا عندي راس الحانوت، كركم، ملح، زنجبيل، وفلفل حار وحار يعني كما نقولوا احنا العكري، والحلو، وورق رند او ورق الغار، وحمص منقوع، وعندنا بطبيعة الحال الزيت. وهنا درك انا حطيت حبات على العصبان هنا في الكوكوط. هنا نثقبهم به يدخلهم طياب باش تدخلهم البنة تاع العصاص. نثقبهم بالموس. من بعد ما ثقبت حبات العصبان تاعي راح ندير لهنا زيت حوالي 3 ملاعق هكذا. ندير البصل هنا. المرحلة هذه نقلي مليح، نقلي ومن بعد نضيف المكونات الأخرى. هنا راح ندير ثوم مكركج ولا مرحي، نزيد الطماطم والهريسة. هو البنة راك كي تقلي مليح، البنات لازم تقلي مليح، ما تخلطيش من البرمة تاعك، قلي بيان. بعد تصبي عليها الماء سخون. هذه بنة خرافية. هنا نزيد قطرة صغيرة ماء، وندير ديزنفيستيه هنا. هنا ليزيبيس ما يحتاجوش يتخلوا. راح نصب الحمص ديريكت. هنا الحمص راهو نصف كيما نقولوا احنا طياب، طيبته نص غير شوي برك، ماهوش طيب ياسر. نقلبو هكا شوي برك فيه، نزيدو الماء. هنا الماء متكثريش، سما ديري حسب اللي فيها كفيك باش طيبي العصبان تاعك. حرك المرميط ولا لاكوكا تاعنا ونغلق عليها ونخليها تطيب. درك بعد ما حطيت العصبان تاعي يطيب، هنا راح نرجع للكسكس تاعي. هنا بالنسبه لي هنا راه كسكس متوسط، راح ندير حوالي 500 غرام. انتي ديري حسب العائله تاعك، ديري لقد ديري بكي. هنا ندير ملح حاجه قليله برك، زيت. الزيت هنا ما يخليش الكسكس يعجن مزيان. هنا ندخل الزيت في حبيبات الكسكس. من بعد هنا بدي كسكس قليل، انا راح نزيد شوي. انا زدت شوي كسكس، نكمل نورمال. هنا
كاين اللي يسوموا كيما بالنسبه لنا نحن يسوموا كيفاش معناها كانوا يتسوموا يديروا الماء يغطوه خلاص بالماء شغل وينقصوا منه يخلوه يرتاح. وكاين كيما روحنا نرشوه حتى دوك الكسكس انواع الكسكس صراحه كامل ملاحه ماهيش قبل كان الكسكس يعجن درك لا هذا كسكس يعني تاع مصنع صح باهي. في كل مرة تزيدي الماء غير بالأقل تحسيه شغل الكسكس تشرب. أنا بالنسبة للكسكس المتوسط أنا نديرو 3 مرات. الكسكس يكون رقيق نديرو 2 مرات برك. هنا نخليه يرتاح من بعد تحطي يفور. هنا انا حطيت الكسكس تاعي يفور والعصبان تقريبا راهي طاب خلاص ما خليه يطيب خلاص. نزيد الخضره والفلفل ونزيد عليهم الماء ومن بعد نعاود نسكرها فقط نخليها تطيب. درك بعد ما فور الكسكس تاعي المره الاولى نحاول اني نفتحو نشدو هاك من بعضها ونبدا ندير الماء نزيد العصير الكسكس هايله صراحه. درك نعاود نفورو نخليه يرتاح شويه وبعد نعاود نفورو التفويره الثانيه ومن بعد نفس الشيء نعاود ندير نرشو ونديرو التفويره الثالثه. درك بعد طاب لاصوص تاعي وطاب الكسكس هنا راح نوريك باش تنحي الخيط برك تاع العصبان. ديه طريقه سهله خلاص تنحيه شوي يجبد شويه الخيط هكا من بعد تقسموها هكا شهيتكم في الجنة البنات نتمنى يعجبكم. ها الشكل النهائي تاعو ان شاء الله شوف صح التقدير. وهذا الشكل النهائي تاع العصبان تاعنا بعد ما طاب هاو جاي. اتمنى يعجبكم وما تنسوش الجيم والبارتاج والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.